علشان تعملوا الفراخ البانيه مظبوط كده ولونه تحفة، وكمان الكفرنج من بره مقرمش زي ما انتوا سامعين كده. في كام خطوة بسيطة بس بجد بتفرق جدا في الطعم. وهعرفكم كمان تتبيلتي السريعة جدا للبانيه اللي بتخلي طعم الفراخ من جوه تحفة وجوسي، وكمان ايه اللي يخلي الكفرنج ثابت كده على الفراخ بعد القلية، حتى لو قطعناها بالسكينة زي ما انا عملت كده تطلع القطعة زي ما هي. تعالوا اقول لكم عملت ازاي. اول حاجة للتتبيلة استخدمت نص كوباية من اللبن الرايب، وممكن نستبدلها بكوباية صغيرة من الزبادي، نص كوباية من عصير البصل، ربع كوباية من عصير الليمون، بيضة واحدة بس، والتوابل كانت ملح وفلفل اسود وبصل باودر وتوابل فراخ. كل التوابل والخلطة دي عملتها ميكس كويس جدا مع بعض لغاية ما البيضة دابت وكل حاجة اختفت تماما. بعد كده ضفت نص كوباية من الدقيق، ورجعت تاني قلبت لغاية ما الدقيق كمان اختفى وبقى الخليط كده زي ما انتوا شايفين قوامه مظبوط. حطيت كل قطع الفراخ البانيه جوه الخلطة دي، وده تقريبا كان كيلو.